العلاج بتاع الاكزيما، عارفه الاحساس لما جلدك يتحول لصنفره وتفضل تعمل فيه كده جامد لغايه ما الجلد يتهري؟ دي مش حساسيه، لا دي اكزيما. عارفه الاحساس لما جلدك يتحول لصنفره وتفضل تعمل فيه كده جامد لغايه ما الجلد يتهري؟ دي مش حساسيه، لا دي اكزيما. والمناعه عندك عاليه جدا بتقولك الحقوني. اكزيما مش مجرد ان هي حساسيه جلديه، لا دي حاله مناعيه بيحصل فيها خلل للحاجز الوقي للبشره. تفقد الرطوبه بيبتدي تحصل ان الميكروبات بتبتدي تخش جوه الجلد، احمرار والتهاب وحكه شديده جدا في الجلد. كلمه اكزيما دي ليها انواع كتير جدا، في اكزيما تأتبيه، في اكزيما دهنيه. خليني اقول لك انا ليه شرحت لك يعني ايه اكزيما وايه انواعها وليه المناعه بتكون فيها عاليه. ده لان جسمك بيكون بيصرخ من الداخل، وده بيكون بسبب اكل مليان سكريات او محفزات مناعيه، اجهاد وضغط عصبي، طبعا كريمات غير مناسبه لنوع البشره، ممكن تكوني محتاجه اوميجا 3 او ان فيتامين د قليل، تكوني مش بترطبي جلدك خالص او بترطبيه بكميه بس غير كافيه. العلاج بتاع الاكزيما انا هقوله لك باختصار، ولو عايزه اسم منتجات الدوائيه ابعتيلي وانا هرد عليكي. اول حاجه ان انت هتريحي جلدك خالص عن طريق ان انت هتستخدمي مرطبات مناسبه لنوع بشرتك. الحاجه اللي بعديها ان احنا هنهدي الالتهاب اللي في الجلد عن طريق استخدام كريم فيه كورتيزون ويكون بنسبه خفيفه. الحاجه الاساسيه اللي احنا هنظبط نظام الاكل بتاعنا بحيث يكون قليل السكريات وقليل الاملاح، وهنزود الاوميجا 3. وطبعا الاوميجا 3 ليها مصادر كتيره قوي زي السمك، التونه، بذور الكتان، او ممكن ناخدها كسبلمنتس. طبعا هنقلل البرفيومز والصابون اللي بيبقى غير مناسب لنوع بشرتك، وهنستخدم حاجات مناسبه لنوع البشره. نصيحه من قلبي ليكي ان الاكزيما دي مش مرض، الاكزيما بتبقى رساله من الجسم ليكي بيقولك اسمعيني وريحيني واهتمي بيا. ابدأي من دلوقتي حالا، ولو مش عارفه تبدأي باي خطوه اول حاجه هنبتدي بالترطيب الكويس. طبعا الترطيب هيكون يوميا، حتى لو مزاجك مش رايق برضو هنستخدم الترطيب على الجلد، طبعا يكون نوع مناسب لنوع بشرتك. لو انتي او حد من اللي بتحبيهم بيعانوا من الاكزيما ابعتيلي في كومنت، انا محتاجه خطه علاج وهبعتلك خطه مفصله تناسب حالتك. وما تنسيش تعملي شير لحد بتحبيه، يمكن تكون سبب في راحته.